مسا الخير عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم طليت عليكم بروتين إن شاء الله يعجبكم روتين تاع اليوم، وندير لكم اقتراح طاولة لليوم الثالث، يعني كيفاش وجدت الأطباق اللي وجدتها على بالي تحيروا مع رمضان وكامل تتلف لنا. الأطباق اللي نديروها نسيي دايما أنا كما نقولوا نسهل عليكم ونوري لكم الأطباق اللي راني نديرها، وأكيد تكون أطباق اقتصادية وتقدروا كامل تحضروها. هنا في المنيو تاعي تاع اليوم ديسيديت ندير الكباب العاصمي. هنا واش عندي دي مورسو تاع البولي، عندي ربطه تاع المعدنوس ربطتها بالخيط، عندي بصله مسكرفجه مغرفه تاع السمن، وعندي لا موتارد. الى روماركيتو يعني لا موتارد راني نديرها في كامل لي صوص بلانش تاع الجلبانه الزيتون. الكباب يمد لها كو هكا بالقراصيه تجي بزاف هايله. وبالنسبه للتوابل واش درت زنجبيل، درت فلفل اسود، درت الكركم، ودرت شويه تاع القرفه تقدروا ديروا بودغ كما تقدروا ديروا العود، عود صغيور تاع القرفه. انا ما حبيتش ندير عود باسكو تجي شويه قاطعه بزاف، درت غير رشه خفيفه تاع القرفه، وزدت عليهم بيان سور الزيت، ما نديروش غير السمن وحده. كاين تاني بزاف راهم معايا يقولوا لي ما كاينش تنوعي والاطباق راكم ديروا كامل كيف كيف. كيما دايما نقول لكم انا ندير الاطباق اللي انا ناكلهم، على بالي كاين اطباق ما نقدروش ناكلوهم خاصه العائله تاعي، وكل وحده تعرف العائله تاعها واش تاكل. انا من جهه واحد اخرى جبت هذا الفلفل الحار والطرشي كانوا في كونجيلاتور، وجدتهم قبل رمضان بواحد السمانه ولا ميم با. شويتهم وقشرتهم، دوكا درت حبيبه تاع الطوماطيش، درتها تتقلى مع سنينه تاع الثوم، درت لها شويه تاع الزيت شويه تاع الملح، خليتها حتى تدبل بيان. يعني راح ندير كيما نقولوا سليطه ولا شليطه، كل واحد كيفاش يقولها، ولا حميس، كل واحد كيفاش يعيط له. هنا وليت لهداك الكباب تاعي شتو بيان تقلع بيان، حتى قولوا هذاك الدجاج شغل تحمر لي في لي كوتي. طيبته في طنجره تاع الطينجه بزاف هايل، وخليته يغلي، ومن بعد باش ندير له الحميصه من بعد تشوفوا، باسكو ما حبيتش نديرها له من الاول باسكو طايبه. هنا الى روماركيتو البطاطا تاع الكباب قطعتها شويه خشينه، ما تجيش رقيقه البطاطا تاع الكباب. وقطعت المعدنوس والبصل، بيان سور الكباب لازم له البصل والمعدنوس. وجدت كامل الحاجات اللي نستحقهم، الورق تاع الديول. هنا كانت الصباح البنات جويه 12 هكذاك مع الصباح، وجدت كلش ما بيتأذن الظهر كنت مكمله كامل الفطوري. هنا بدلت هادوك لي سات دو طابل، درت هادوما اللي جايين في الارجنتي، هادوما انا خدمتهم، شريت السكاي وفصلتهم نورمال. هنا هذاك القلب اللوز والقطايف اللي كانوا قعدوا لي من البارح غلفتهم بابي فيلم وخليتهم، قلت ان شاء الله اليوم ناكلوا منهم، يعني ما نحبش نرمي الحاجه حتى نكملوها، كما نقولوا التبذير ماشي مليح. ولا هنا راني منا نشوف هذاك الحميص ديالي، زدت رميت له هذاك الطرشي والحار، ورميت له هكا قرن صغير تاع الفلفل الحار هذاك، واش نقول لكم يشوي. دوكا تيك الدجاج تاعي دخلو طياب نرمي الحميصه. هنا بالنسبه للكباب كاين اللي هو الكباب العاصمي يتعقد بصفر البيض والمرقه والقارص والمعدنوس، من الاخر ديروا له العقده. مي انا راجلي ما يحبش بزاف نعقد لي صوص وكم، ما يحبش العقده، سي بور سا ما درتهالوش كيما، يعني كما نقولوا الكباب العاصمي على اصوله، يعني ما درتوش بالعقده. اللي تحب دير له العقده دير له. زدت له لهنا الحميصه وخليته يطيب على نار قليله. يعني خليته في غردو طابع، عندي الكوكوطه كنت قادره نديرو في الكوكوطه، ومن بعد قلت انا راني واقفه، هو راه ما نجي نكمل طيابي وهذوك شلاضه البوره كيتو يكون طابع، علاش نزرب الكوكوطه نستعملها كي يكون مزروبه. انا هذاك الحميص ديالي طاب، خصني برك زيت الزيتون باسكو ما عنديش، مضاري كل عام يشري لي راجلي، هاد العام ما شريتش، ان شاء الله كي يكون عنده الوقت نقول له يشري لي. هنا وليت للبيطراف اللي كنت غليته عنده واحد 3 جور ملي غليته ولا 4 جور هكذاك، وخليته في الماء تاعو مازال هو. هنا جيت نوجد شلاضه تاع الورق، لقيت ما عنديش، مضاني نغسل كيما اليوم، غدوه ما نغسلش تقعد لي في هديه تاع الشلاضه، لقيت بلي دبالت لي شويه، عاودت غسلت واحده اخرى جديده. هنا كما راكم تشوفوا البنات، نحب نشارك معكم دايما الحاجات اللي نديرهم باش
تشوفوا يومي كيفاش يجوز. يعني مانيش نشارك معكم الشغل وكامل، على بالكم في رمضان ما نخدموش بزاف حاجات. ودوكا العشية كامل هندوية الربعة هكذا قبل ما يأذن العصر، نط ندير واحد الخبز هكذايا مع الشوربة، مع درت مغرف نص مغرف كبيرة تاع السكر، مغرف معمرة مليح تاع خميرة الخبز، وزوج مغارف تاع الحطة، ونزيد عليهم كاس تاع الماء. هنا اللي عندها الحليب تستغنى على لحظة دير كاس حليب. انا الحليب ما كاش عندي بزاف، صافي قلت ندير لحظة اخر. نخلط هاد الميلونج ديالي ونخليه حتى تتفاعل لي هذيك الخميره واحد 5 دقائق 10 دقائق، ومن بعد تيك نرجع ليه. قلت لكم درت مغرف كبيره تاع خميره الخبز، نص مغرف كبيره تاع السكر، ودرت زوج مغارف كبار تاع الحدا، وكاس تاع الحليب يكون بيان سور دافي. نغطيه ونخلي الميلونج ديالي حتى تتفاعل الخميره. هاد الخبز وجدتو قولوا ما داش مني الوقت بزاف، وطاب سوا مع الفطور جا سخون، تقدروا تاكلوا به الشوربه لحميس يجي بزاف هايل. المرحله الثانيه واش نزيدو ربع كاس تاع الزيت، نص كيس خميره تاع الحلوى، وبياض بيضه، وهذاك الصفار ندهنو به من الفوق. هنا زدت ربع كاس تاع الزيت، درت هذاك الابيض تاع البيض، درت بيان سور شويه تاع الجلد واسمو السانوج، ومن بعد نزيد الفارينه ونزيد الملح ونزيد نصف كيس تاع خميره الحلويات. هنا الا درتو بالكاس هذاك تاع 240 مليلتر ديروا كيس خميره كيميائيه. انا درت غير بهذاك الكاس اللي صغير ما يرفدش بزاف. هنا ضفت الفارينه، زدت عليها الملح، وزدت 5 غرامات تاع خميره تاع الكاطو، وبديت نطم في لاباط ديالي. هاد الخبز يعني تاع الفارينه، انا شويه ما نحبش بزاف هاد الخبز وكامل تاع الفارينه، نحب تاع السميد. هاد الفارينة على بالكم الخبز تاعها يجي شباب وما يستحقش بزاف العجين. هنا لاباط ديالكم كي طموها خلوها تتلاصق في اليد باش يجيكم فشفش هذاك الخبز. خديته قدام الشوفاج وخليته يخمر هاد المره الاولى، ومن بعد كي طلع لي هذاك الخمور، زدت عاودت كما نقولوا خسرت له الخميره، وعطيت لوليدي كما راكم تشوفوا، قلت له عاود رجعوا قدام الشوفاج باش يعاود يخمر ليه. ودوكا بيان سور نروحو نحضروا الطاوله تاعنا مع بعض. على بالي والفتوا هذا الركن معايا في القناه. اليوم خيرت هذا السيرفيس اللي عندي جاي بالبلو كامل. هذا شتو يتوالم بزاف مع الارجون، ما يعجبنيش مع لي سيت دو تابل في الدوغي، ولا تقدروا تكاسيولو لي كولور، مي انا بور موا بان لي مع الارجونتي يجي خير، مع اللون الفضي. قولوا لي نتوما رايكم. حطيت لي زاسيات اللي جو من تحتها، حطيت لي بول تاع الشوربه، حطيت كامل كل حاجه حطيتها فوق الطابله. على بالكم هذيك الطابله نوجدوها كامل مع العشيه، كي اللي يوجدوها حتى مع الصباح، وكما نقولوا نورمال كل وحده ومقدورها. كاين اللي مريض، كاين كل واحد يدير الحاجه اللي تساعده. الواحد ما يكبرش الفم في الناس. دي فوا كاين مشتركات متتبعات يشوفونا حنا كي نديروا الحاجه ولا يبداو يتفلسفوا، وعلاش ديروا هكا وما تجيش هكا. ما تحكموش على الناس، ما تعرفوش ظروفهم. كاين اللي مريضه، كاين بزاف يوتيوبرز عندهم يعني حاجات خصوصيه ما يقدروش يحكوها بالك. كاين اللي مرض، كاين اللي المراه تخرج، كاين اللي خدامه صافي توجد هكا تنقص على روحها، كاين اللي تخرج هي تقضي. كل واحد والمشاغل تاعو في الحياه، يعني الانسان يكون يحسن العون وخلاص. فوالا لهنا وليت هذاك الخبز، شوفوا بسم الله ما شاء الله تخمر. يعني الخطره الدوزيام اللي خليته خمر. هنا جاوني زوج خبزات متوسطين ودرتو رقيق، ما نحبش الخبز هذاك اللي يجي خشين بزاف، قسمته على زوج. هنا البنات تقدروا ديروه قريصات صغار وديروه على شكل ورده، كيما تقدروا ديروه زوج خبزات كبار كيما درت انا، باسكو على بالي هذوك الخبيزات صغار راح يدوا لي الوقت، وكان قريب الاذان. صافي وحده لازم تكون ذكيه في المطبخ تاعها، دير الحاجه اللي تساعدها كي يكون عندك الوقت وكامل. معليش لهنا درت الزيت من تحت، ودرت شويه كما راكم تشوفوا راني نمس في السنيوه من تحت بالزيت ونقرص فيها من الفوق. انا الخبزه الاولى درتها على شكل ورده دوك تشوفوا. مي هذاك الكاس ما درتوش في الوسط، انا كنت دايخه كامل. معليش المهم الشكل جات الشباب.
أنا شوفوا راح كلش واضح في الصورة بلا ما نفهمكم، قسمت على 4 مع كل ربع قسمته على 3. هي من الأحسن كل ربع تقسموه على 4 باش تجيكم الوردة شابة خير. والدوزيام الخبزة الدوزيام درتها هاي لي كيفاش غير بصبعتيا برك طراسيت هكدايا برك. وهداك الصفار البيض درت له شوية تاع القهوة. ودوكا حتى يخمروا باش نبانسيوهم من الفوق بالبيض ونديروا لهم الساندويتش. انا الشلاضه ديالي هاي لي كيفاش زينتها بشلاضه عادي. حبيت ندير ماسيدوان مي على بالي ما ناكلهاش. ماسيدوان نحب نديرها نهار اللي نكون دايره شطيطحه ولا شطيحه كبده ولا يعني ماكله اللي تكون شويه نخاف ما تكفيناش للسحور ولا كي يكون دايره هكا كباب ولا ماكله بزياده على بالي ما تنتكليش تقعد غير في الفريجيدار. الحميز ديالي تاني كنت حطيته هكايا زينته بحبيبه الزيتون ورجعت للخبز بعد اللي كان خمر لي. درت له البيض من الفوق ودرت له التزيين بيان سور يرجع ليكم. انا كنت حابه ندير له الجلجلان مي ما كانش عندي نسيت ما شريتش قبل رمضان. درت له الشوفان في الوسط في هذيك الدويره وفي هذوك الوريقات درت له الساندويتش ودخلته يطيب من تحته. انا الخبز تاعي ما شعلتلوش كامل من الفوق يعني درته في الوسط طابلي من تحت ومن الفوق. الكوشات تاعي طيب بيان صافي سي با لا بين نعاود نشعلها من الفوق. انا اللحم الحلو تاني كنت ولا طاجين الحلو زينته شويه لوز ايفيلي وحطيته. ودوك نوري لكم الخبز بعد اللي طاب جا بزاف هايل. شوفوا توجدوه ليه شوفوا شحال يجي طري وكي طيب غطوه ومن بعد رجعوا ليه بواحد كما نقولوا 10 دقائق تلقاوه عاود طرى لكم كامل هاوليك. ومن بعد قطعته قلت لراجلي ما تجيبش الخبز هكذاك وجاب يعني شكون اللي عندها راجلها كيما انا الخبز يموت عليه يضل يشري فيه. انا اللي فخيتهم لك بعد اللي قليتهم قلت لكم قطعتهم شويه خشان. الكباب نحبو البطاطا تاعو تجي خشينه ما تجيش رقيقه. الخبزه الاولى هاي ليك بعد اللي طابت جات خفيفه ريشه وش نقول لكم ينتكل مع الشوربه مع لي سوب. المهم تاكلوه باش حبيتو. تقدروا حتى في السحور ديروا فيه فرماج ولا تاكلوا به لحميس ولا كيما هاد الخبزه جات شويه خشينه على الاخرى. ان شاء الله يكون عجبكم ونسي دائما ندي لكم وصفات تكون اقتصاديه وسهله. احنا دوكاتيك ولينا نحوسوا بزاف على وصفات اللي تكون سهله وما تديناش الوقت بزاف. لهنا قطعته درته في الباني وراكم تشوفوا دوك نوريكم الطاوله تاعي كامل بعد لي وجدت كلش. سقيت الكباب وحطيت البوراك تانيت. هذه هي الطاوله تاعنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم. طاوله بسيطه اطباق تانيت بسيطه والاطباق ديما نقولكم ديروا الاطباق اللي نتوما تاكلوهم ما تسيوش وبرك تقولوا نجربوا هذيك الحاجه. يعني ماشي موالفين ديروها باسكو رمضان شويه الواحد ما ياكلش بزاف ماشي كيما الفطار. نسيو ديروا الاطباق اللي العائله تاعكم ياكلوها. هذه هي الطاوله تاعنا تاع نهار اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم. ومن بعد بيان سور بعد الفطور واش نقول لكم هاد النهار شحال فشلت يا البنات ما قدرتش ميم با نوض من بلاصتي. نحلت الشيطان ونط نقيت الكوزينه تاعي قلت ما كاش شكون بيا لازم نوض نقيها. نط بيان سور غسلت الماعن والكويزينيير مداريه قلت لكم نقلي البوراك ولي فخيت في البالكون. الطابونه تاعي دارتها بيا معليش راني نقلي في الداخل في الكويزينيير مي كل ما نقلي نعاود نقيها كامل باش ما توليش عندي دهون متراكمه في الكويزينيير تاعي ما يجي خلاص رمضان تولي الدنيا كامل مسبكه. فرجت لهنا هاد السربيته درت فيها كامل الماعن اللي كانوا العشيه غسلتهم درتهم يتقطروا وجوزت نشاف. اليوم ولادي الكوزينه مرمدوها صافي ما كنستها حاشاكم مي قعدت لا دال دوصل هذيك مضبه وكامل صافي درت شويه صانيبون ولا لافسول وجوزت عليها تجويزه وخلاص. ومن بعد نحب نروح نروبوزي بعد نصلي صلاتي ومن بعد نشرب قهوه. كنت واحد الوقت من المشتركات القدم كانوا يشوفوني نشرب كافي نوار مي هاد الايامات مانيش نقدر نشربها بزاف ولا توجعني في ليستوما تاعي. وليت نشرب كرام باسكو مانيش ناكل بيان في الفطور وكامل. على بالي دوك كاين بزاف اللي يقولوا لي كيفاش تقدري تشربي قهوه كرام بعد الفطور.
بالنسبة لي ياكلوا يعني بسلامتهم، ياكلوا بيان وكامل، مستحيل يقدروا يشربوها، كيما أنا ما عندي ماكلة يعني كيما نقولوا ناكل شوية شوربة، حبة بوراك بالسفيلة نكملها وناكل شلاضة تاع الورق، بزاف نحب شلاضة تاع الورق ناكلها. هذا هو الروتين تاعي تاع نهار اليوم. نقول لكم حبيباتي إن شاء الله يكون عجبكم، شارك معكم روتينات بسيطة ماشي مصطنعة، من بيتي مع أطفالي مع زوجي، يعني روتين ربة بيت جزائرية بسيطة. شارك معكم الأطباق اللي نديرها أنا في داري، ندير معكم طاولة اللي يعني أنا بوغمون نشوفها بسيطة. ونقول لكم يعطيكم الصحة على تعليقاتكم الطيبة، وربي يخليكم ليا، وسناوني في الفيديوهات الجاية، ومع السلامة.